السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وصحة وسعادة وهنا يا رب العالمين. النهاردة معانا الذرة الحلوة اللي هي بتبقى جاهزة معلبة او ان احنا بنجيبها، بتبقى يعني كاملة واحنا نفصصها نعملها ايا كان اللي انتوا بتعملوه يعني او بتفضلوه. تجيبوها. انا جبت زي ما احنا شايفين كده العبوات دي بتتباع في اي سوبر ماركت. فتحتها بس مش هعملها مفروض كده على طول يعني من العلبة، لانها بتبقى مسكرة طبعا وانا عايزاها تاخد ليونة شوية على البوتاجاز. تمام كده. انا بفتحهم وبعد كده بروح جايبة المفروض طبق واشطفهم. تمام كده. اشطفهم واصفيهم طبعا من المية اللي شطفتها فيهم، وبعد كده اجيب طاسة على النار. تعالوا بقى نشوف الطاسة هنحط فيها حتة زبدة، قطعة زبدة حلوة كده. تمام، زبدة صفرة. وبعد كده يعني أول ما تعمل تسيح يعني هنحط الذرة بتاعتنا بعد ما اتغسلت، وهنحط شوية مية صغننين قيمة معلقة اهي حتى يعني مش كتير. أنا مش عايزاها مهرية وعايزاها لينة بس في بقي تبقى طرية بس كده. واقلبها مع الزبدة وان هي تاخد يعني غلوة كده شوية، مش كتير برضو على النار، نحس ان هي خلاص بقت لينة جدا. هي جاهزة كده كده اكل بس لينة شوية اطرى شوية يعني. بس احط بقى البهارات بتاعتي، هحط فلفل اسود وهحط ملح زي ما احنا شوفنا دلوقتي وبابريكا، وهقلبهم مع بعض. وحسب بقى بهارات عايزينها سبايسي تحطوا شطة اللي انتوا عايزينه. تمام كده. رشة رشة على حسب النكهة اللي انتوا بتحبوها. وبعد كده هحط نص عصرة ليمونة. تمام. يعني قيمة معلقة كبيرة كده حلوة ليمونة عشان ما تبقاش مززة قوي يعني. بتحبوها مززة قوي حطوا ليمونة كاملة بس كده. وسناكس الذرة اهو بقى جاهز معايا وزي ما احنا شايفين، وطعمه كان حلو قوي قوي. بس انا حبيته، ولادي حبوه كده. انا حبيته اللي هو بالملح بتاعه ومن غير الليمون. طعمه حلو قوي برضو، فزي ما انتوا بتفضلوه. بس طعمه كده برضو مش وحش، تحفة برضو. فطعمه مزز وحلو. اتمنى تكون عجبتكم وصفة لطيفة وخفيفة وظريفة. ولو عجبتكم ما تنسونيش بقى بلايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.